الجسم بيحتاج فيتامينات وعناصر غذائية عشان مهم في تقوية الذاكرة والتركيز. والنهاردة هنعمل عصير الليمون والنعناع والمكسرات عشان يساعد على تقوية المناعة وتقوية الذاكرة والتركيز. ويلا نعرف مع بعض أهم فوائد الليمون. يعتبر الليمون مهم في تحسين صحة المخ وخلايا المخ عشان الليمون فيه مركبات كيميائية، وكمان الليمون فيه مضادات أكسدة بتساعد في تحسين عمل المخ والخلايا العصبية وبتسهل حركة الدم للمخ، وبكده بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. ويعتبر الليمون مهم في تقوية المناعة عشان في الليمون فيتامين سي، فيساعد على زيادة كفاءة الجسم وحماية الجسم من الأمراض والالتهابات. وممكن نضيف الليمون على طبق السلطة أو على الوجبات الرئيسية والفراخ والسمك، أو ممكن نشرب الليمون مع الشاي الأخضر أو نشرب الليمون في العصير. وبكده الليمون بيساعد على تقوية المناعة وتقوية الذاكرة والتركيز بإذن الله. وهنستعمل تاني حاجة في عصير الليمون النعناع، عشان النعناع من الأعشاب المفيدة في تقوية الذاكرة والتركيز. وكمان النعناع بيساعد في تحسين الحالة النفسية وبيقلل التوتر والقلق عشان النعناع فيه زيوت عطرية. ويعتبر النعناع مليان فيتامينات مهمة للجسم فيساعد على تقوية المناعة. وممكن نضيف النعناع على الوجبات الرئيسية أو نضيفه على السلطة أو نشربه مع الشاي الأخضر أو نضيفه على العصير. وبكده يعتبر النعناع من الأعشاب المهمة في تقوية المناعة وتقوية الذاكرة والتركيز بإذن الله. وهنستعمل في عصير الليمون بالنعناع مكسرات حب العزيز، عشان المكسرات دي مهمة في تقوية الذاكرة والتركيز. وتعتبر مكسرات حب العزيز مليانة مضادات أكسدة بتساعد في علاج اضطرابات الذاكرة اللي بتحصل مع التقدم في السن، ويساعد في تقليل الإصابة بالزهايمر والخرف. وتعتبر مكسرات حب العزيز مليانة معادن وفيتامينات مهمة للمخ والجسم زي فيتامين سي، فيساعد على تقوية المناعة. وبكده مكسرات حب العزيز بتساعد في تقوية المناعة وتقوية الذاكرة والتركيز بإذن الله. وممكن ناكل مكسرات حب العزيز طازة أو نطحن المكسرات ونضيفها على العصير. ويلا نعمل عصير الليمون بالنعناع والمكسرات مع بعض. هنجيب ليمونة متوسطة ونغسلها كويس، وبعد كده نعصر الليمونة ونشيل منها البذر عشان هيخلي طعم العصير مر. وبعد كده نحط عصير الليمونة في الخلاط بسم الله، ونجيب شوية نعناع أخضر يكون مغسول كويس ونضيفه على عصير الليمون. وبعد كده نزود كوباية مية ونزود معلقة مية ورد ونضيف معلقة عسل أبيض ونشغل الخلاط. وبعد كده نصفي عصير الليمون والنعناع، وبعد كده نزود مكسرات حب العزيز المطحونة على عصير الليمون بالنعناع ونقلبهم كلهم كويس. بعد كده نصب عصير الليمون والنعناع والمكسرات، والعصير ده هيعجبكم قوي عشان مليان فيتامينات ومعادن. وبكده بقى عصير الليمون والنعناع والمكسرات جاهز نشربه. وسيبولي رأيكم لما تجربوا عصير الليمون والنعناع والمكسرات تحت في التعليقات. ولو في اي حد عنده سؤال يسيبه تحت في التعليقات وهجاوب عليه. ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير للحلقة مع اصحابكم عشان يستفادوا، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. وبكده يبقى احنا عرفنا النهاردة ازاي نعمل عصير الليمون والنعناع والمكسرات بطريقة بسيطة تساعد على تقوية المناعة وتقوية الذاكرة والتركيز بإذن الله.